بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي حلقتنا النهاردة عن مركز من مراكز محافظة البحيرة، وهو مركز شبرخيت. مركز شبرخيت تعداد سكانه حوالي 250 ألف نسمة. ده الكلام ده سنة كام؟ سنة 2006. يعني دلوقتي حوالي 350 ألف، ممكن نكون داخلين على 400 ألف. تخيلوا بقى 400 ألف نسمة دول ما عندهمش مكان يمارسوا فيه رياضة. أيوة والله زي ما بقول لك كده، أو المكان اللي عندهم يمارسوا فيه رياضة زي ما أنت شايف كده. احنا المفروض عندنا ناديين في البلد، نادي شبرخيت ومركز شباب شبرخيت. النادي لا عنده لا مقر ولا عنده ملعب. مركز الشباب عنده مقر وعنده ملعب. هما دول اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول، لا في باب ولا بواب. ده اول حاجة. زي ما انتوا شايفين كده، ده المكان المفروض ان احنا نمارس فيه رياضة. ده المكان المفروض اللي فيه 350 ألف نسمة المفروض يمارسوا فيه رياضة. ده المكان الوحيد المتاح ليهم ان هم يمارسوا فيه رياضة. مش بقول كده بنتقد مجلس الإدارة الحالي أو السابق أو اللي قبله أو اللي قبله أو اللي قبله، لأ، أنا بتكلم من حاجة من ساعة ما وعيت على الدنيا وهي موجودة زي ما هي، ما تتغيرتش، ما حصلش فيها أي تطوير. إيه الحاجة المتاحة إن أنا أروح أمارسها في الساحة أو المركز الشباب؟ مفيش حاجة خالص. ملعب ترتان إيجار، يعني بندفع فيه فلوس فقط لا غير. دي اللعبة الوحيدة اللي بتمارس شبرخيت، وأحيانا كرة اليد. وكرة اليد بالنسبة لنا هنا أفضل من القدم. ما عندناش أي ألعاب أخرى. مستغربين إزاي ما عندناش لعيبة في الدوري الممتاز؟ ما أكيد مش هيبقى عندنا لعيبة في الدوري الممتاز. هيلعبوا فين؟ هيمارسوا الرياضة فين أصلا؟ مين اللي هيهتم بيهم أصلا؟ فين المدربين اللي تطلع لعيبة؟ حضراتكم بصوا للكرة. في كرة في محافظة الشرقية وفي كفر الشيخ عندها زي 6-7 لعيبة في الدوري الممتاز كرة، مع احترامي للكرة طبعا. مش مركز كامل مفيهوش غير لاعب واحد في الدوري الممتاز. مركز الشباب اللي احنا شايفينه ده هو ملك دولة او ملك المحافظة او ملك مركز الشباب نفسه. هما مش ملكهم، ده ملك حد، والحد ده مش عارف ياخد حقه لان المحافظة مش راضية تديله حقه. لو يرضى حد المنظر ده يقول. هو اكيد الزرع الشيطاني اللي طالع ده اكيد مليان تعابين وقرف. لو نضفوا هيلاقوا بلاوي، هيلاقوا بلاوي، لان ده مش منظر مركز شباب. ده مش منظر مركز شباب. المفروض ان هو بيخدم على 350 ألف نسمة يا جماعة. طب هنشوف عضو مجلس الشعب كده تبعنا يشوف الموضوع ده. ما عندناش للأسف عضو مجلس الشعب. خد النقطة دي بقى. والله فعلا ما عندناش. كان المفروض في 4 نجحوا ولا 4 من نتائج. سبحان الله. عشان ده برضو حاجة تثبت لك ان احنا مركز شبرخيت ناس بتفكر الصراحة. والمفروض الأراضي دي ملك لحد. الحد ده مش عارف ياخد حقه لأن المحافظة مش راضية تديله حقه. على فكرة ممكن بأفكار بسيطة جدا نستغل الحاجات اللي هي ملهاش أي 60 لازمة دي. الحاجات المساحة الفاضية دي كلها اللي فيها زرع طالع شيطاني من عدم استخدامها، ممكن نستفيد بيها، نعمل بيها أي حاجة. نعمل مثلا ترابيزات تنس وبلياردو، نعمل أي أنشطة، نحس إن هو مركز شباب الناس تروح تتجمع فيه تلعب رياضة. انما دلوقتي مين اللي بيروح السياحة او مين اللي بيروح مركز الشباب؟ محدش بيروح. هيروح يعمل ايه اصلا؟ اللي بيروح بيبقوا شوية رجالة حاجزين كده، بيروحوا يدفعوا فلوس ويلعبوا هناك في الملعب الترتان زيه زي اي ملعب تاني. بس ده بالنسبة لنا مركز الشباب. ازاي يا جماعة؟ طيب يا ريت يا جماعة تشيروا الفيديو ده، والفيديو ده يا ريت بعد اذنكم يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. ممكن حد مهم يشوفه يحاول يحل لنا المشكلة اللي احنا فيها دي، ويحاول يطور لنا مركز الشباب بتاعنا ده، بحيث ان احنا يبقى عندنا لعيبة في الدوري الممتاز، بحيث ان احنا يبقى عندنا كوادر في الرياضة، بحيث ان احنا يبقى من شبرخيت طالع منها اي حد. انما احنا في اي رياضة مش موجود من اي حد من شبرخيت. ده طبيعي لان مفيش حد يمارس رياضة اصلا، مفيش مكان يمارس فيه رياضة. هيمارس رياضة فين؟ نفسي مثلا اشوف بطل اولمبي من شبرخيت. نفسي اشوف مثلا 6-7 لعيبه في الدوري الممتاز من شبرخيت. ده ممكن يحصل بالوضع اللي احنا فيه ده؟ استحاله يحصل، استحاله يحصل. لان هيمارسوا رياضه فين؟ مين اللي هيطورهم؟ مين اللي هيدرب الناس دي؟ مين اللي هيمرن الناس دي؟ مين اللي هيوسع افكار الناس دي؟ فين؟ في الخرابه دي. شكرا لحضراتكم جدا واسف على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مش عايزين ننسى يا جماعة إن شبرخيت دي هي اللي خرجت الإمام محمد عبده والشيخ عبد الحميد كشك والشيخ محمد الخراشي والمطرب محمد عبد المطلب والفنان محمد سلطان، كل دول من شبرخيت يا جماعة.